السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ اليوم بغيت نشارك معكم واحد العصير ديتوكس كينظف الجسم من السموم، وفي نفس الوقت عصير منعش ولذيذ جدا جدا، متميز بشكل كبير لانني جربته وعجبني، وبغيت نوريه لكم باش تنتوما تمتعوا به. وفي نفس الوقت كيحيد يعني كينقص هذا كينقص السمنه، وكيذوب الشحمه، وكي يعني الناس اللي بغاو يديروا الريجيم ولا شي حاجه غينفعهم بزاف. شنو كنحتاجو فيه؟ كنحتاجو فيه واحد الاناناس وحده، سكينجبير والحامض. كتعرفوا سكينجبير والحامض بانه تيحرق الدهون بواحد الشكل كبير في الجسم. فهاد العصير الاساس ديالو هو الاناناس مع الحامض وسكينجبير طري، سكينجبير طري. فيعني المواد ديالو صحيه بشكل كبير. المهم كناخذوا واحد الطريف ولا طرف مزيان ديال السكينجبير طري. انا عندي تيبقى عندي العام كامل في الصراحه، ملي تيكون رخيص كينجبير طري تيكون تيدير غير 30 درهم الكيلو. خذوا منه واحد الكميه كبيره وخزنوها عندكم الا كان ممكن، راه مزيان بزاف، كينفع بزاف وكيتقام رخيص. المهم ما عليناش، انا غادي ناخذ واحد جوج طروفه. داك الاخر اللي زايد راه رديتو الكونجيلاتور لانه بغيتش نضيعه، كنقطعوه شرائح لان في الاخير كلشي غنطحنوه. المهم تنحاولوا ما امكن نخففوا على الماكينه ديالنا، فكنديروه رقيق شويه باش يتطحن دغيا. الحامض القشره ديالو الصفراء كنحكوها رقيقه، والقشره البيضاء كنقلعوها نحيدوها، نخليو غير اللب. هانتوما كتشوفوه. جوج حامضات ما كبرش بزاف لان نتوما غادي تقطعوا ونحيدوا لهم العصف. بالنسبه للاناناس انا كنقطعها قدامكم باش تعرفوا كيفاش تتنقى. كنحيدوا لها الراس داك الشابو، كنحيدوا لها التحتاني ديالها لانه حتى هو يا قاصح ما صالح حتى لحاجه. المهم تناخذوا شي موس يكون عنده الراس ماضي ويعني مقمقم، كي تنقولوا مقمقم بوانتو، باش نلقاو كنديروا نقطعوها، كندخلوا داك القمقوم عاد كنبداو نقطعو. المهم ما عليناش، المهم غادي تجربوا غادي تعرفوا. بالنسبه للقشره ديالها كنقطعوها بهذه الطريقه هذه، تنحيدوها وعاد تنبداو نقيو دوك الحبيبات اللي تيبقاو كحلين باش تنظفوها، لان هذيك هي الطريقه الوحيده اللي كاينه باش تتنقى، ما عندناش شي طريقه اخرى. فكنقيو من طبيعه الحال كاع اللي بانت لينا ماشي هي هذيك تنحيدوها حتى تتنقى الاناناس ديالنا كامله. ديك الساعه ملي كنقيوها كنقطعوها حتى هي، تنقطعوها من الوسط لان هي وعلى الطول، لان هي الداخل ديالها راه كاين واحد العرش كيكون قاصح في القلب ديالها. ملي غادي تقطعوا وانا غنقطع دابا وتلاحظوها، غير انايا ما سمحوا لي ما تشداتش ليا هاد العمليه مزيان بالكاميرا، ما كنتش كنراقب واش مشدود ولا لا، كنت كنسحبها مشدوده، هي ما تشداتش مزيان. فهداك القلب ديال الاناناس تيكون قاصح، يعني العرش ديالها الدخلاني تيكون قاصح رطيبا غادي البيضيه شويه. هذاك تنحيدوه بحال غنقيو القرعه من مثلا نقطعوا لي كورجيت تلقاو القلب ديالها فيه الزريعه، وتنحيدوا داك القليب بحال هكاك، تنحيدوا داك القلب ديال الاناناس وتنقطعوا الطريفات الرطبين الزوينين، عاد كنحطوهم نزيدوهم على داكشي اللي حنايا عندنا ديال السكينجبير الحامض، القشور د الحامض. هادشي كله تيتخلط مع واحد نص سيطرو ديال الماء بارد مثلج، وكنديروا السكر من طبيعه الحال اللي كتعرفوا. الحامض راه حامض، ومعاه القشره يعني مجهده تتكون في المذاق، وسكينجبير المروره ديالو، فلذلك كيخص ضروري نديروا السكر، ضروري ضروري، ولكن شويه يعني ما نكتروش بزاف لان السكريات راه ما مزياناش. نحاولوا ما امكن نديروا السكر قليل شويه. انا درت شي 4 ولا 5 المعالق في هذه الكميه كامله. نتوما قديتو تزيدوا على حسب الذوق ديالكم، زيدوا، بغيتو تنقصوا نقصوا، بغيتو ديروا العسل ديروا العسل. انا بالنسبه لي ما عنديش العسل. ملي كنطحنوا كلشي كنصفيوه لان كيكون فيه الشتب ديال الحامض وديال السكينجبير، فتنصفيو هذاك العصير ديالنا. ملي كنصفيوه كنحيدو ديك الشوائب
نصفيوه مزيان، ماشي شي شبيكه ولا شي غربال، كنصفيو به. وفي الاخر كنحصلوا على العصير ديالنا بدون شوائب، رطب زوين. وديك الساعه كنزيدو عليه تاني الماء متلج. انا غادي نزيد واحد نص سيطرو ديال الماء متلج، اللي غادي يولي عندي في المجموع يطرد الماء اللي درت على هاد الاناناس مع جوج حامضات مع ديك الطريفات ديال السكينجبير والسكر اللي درت واحد 5 ديال المعالق كبار ديال السكر. الا عندكم العسل ديروا العسل، انا درت يطرو ديال الماء متلج. نتوما بغيتو تزيدو تخففوه غادي تزيدوا الماء، بغيتو تخليوه فهاديك لا تيكستور يعني بحال هكا كيف درت انا غتخليوه اللي عجبكم. المهم من ناحيه واش خفيف ولا ثقيل هذيك تترجع لكم نتوما اللي كتحكموا فيها. ومن ناحيه المذاق كذلك يعني ديال الحلاوه، اما هو راه يستحسن يكون صحي نيت بامتياز، وما ديروش فيه السكر باش يكون يعني مفيد اكثر. بالنسبه للناس اللي كيديروا الريجيم يستحسن يديروا شويه العسل بلا ما يديروا السكر باش يستافدوا منه بزاف، ويستافدوا منه يعني بشكل صحي كبير بزاف. المهم انايا كيف قلت لكم زدت فيه نص طروط الماء. يلا شوفوا هذا العصير الله يرضي عليكم بدون ملون بدون اي شيء. اش كداير روعه، المذاق ديالو جا من احسن والذ ما يكون. زعما الصراحه هذا العصير لاول مره انا كنجربه، وقلت حتى نذوقو ونتاكد من المذاق ديالو كي داير عاد غادي يمكن لي اما نحط الفيديو ولا نحيدو. فانايا زعما في الصراحه عجبني بزاف، وما تنظنش انه ما يعجبكمش. ومن فوق كل شيء هو صحي لاقصى درجه، وإلا بغيتوه فعلا يكون صحي بامتياز ما تكثروش السكر ولا ما ديروش كاع، ولا ديروا شويه العسل. فهاد العصير كيجي زوين بزاف. اما من ناحيه الكميه مع انا بغيت نذوقو، راجلي شرب كاس بحال هذا وانا شربت جوج. هاد العصير اللي درت يعني بالكميه ديال الماء اللي درت غير يطرو عطاتني تقريبا يطرو جايه الأونص عاود، يعني يطرو زائد 4 وواحد شويه. يعني تبارك الله كيعطي كميه كبيره ورائع جدا جدا. المذاق ديالو زوين بزاف. داك يعني الخليط اللي درنا ديال الحامض مع السكينجبير مع الاناناس كيعطي واحد المذاق هائل وعجيب. بلا ما نكثر عليكم هاد العصير كيجي زوين بزاف، غير جربوه على حسابي. وإلا ما عجبكمش انا باقا كاينه قولوها ليا. المهم هاد العصير راه زوين بزاف.